فاجأت مرة أخرى الراقصة الشعبية الشيخة تراكس متابعيه على الإنستغرام بحكم وأقوال تعزز بها صورها وفيديوهاتها التي تنشرها رغم أنها في الأصل غير متعلمة. فقد نشرت الراقصة الشعبية فاطمة الزهراء المعروفة بالشيخة تراك صورا لها داخل منتجع صيفي، ونشرت تراك تدوينات تتغزل في نفسها وفي فورمتها وبأحرها على مؤخرتها. وعلقت تراكس على صورها في الإنستغرام قائلة: وصلنا إلى زمن لا أحد يحب أحد، فالجميع يركض وراء شيء واحد وهو المصلحة. وأثارت صور الشيخة تراك جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بين ساخر ومؤيد، كما تعمدت تراكس إظهار مناطق بعينها في جسمها التخين، وركزت على المؤخرة. الشيخة تراكس غالبا ما تجد نفسها وسط موجة سخرية عارمة بسبب نشرها لصورها لدى تواجدها في البحر والتعليق عليها بوصف نفسها بحلية البحر، لكن تعاليق متابعيها غالبا ما تركز على قوامها غير العادي.